عسلامة، إن شاء الله نهاركم زين. الفيديو اليوم شريت قضية وللدار روتين صغير في الكوجينة. خديت كي نقولوا احنا الصيف نقولوا سردينة. السردينة بنينة تعمل بها برشا حاجات وبنينة. خديت سردينة باش نقسمها على مرتين باش نطيب منها اليوم و... وباش نخبي منها. معناتها من نحبش اني الحوت يقعد برشا كيف يشري لي معناتها بولا ولاد يشري الحوت نطيبوا في جرة بعضه معناتها اليوم غدوة بعد غدوة نشدهم هكاكا هيك. علاش اني الأكثرية نحب كي نشري السمك نشريه اني وحدي، خاطر نحب كل مرة وكل نهار ونهاره، ما نحبش نشري متاع قداش من نهار. نحب ديما الساعة حاجة فريشكا وما نحبش نخليه في الكونجيلاتور برشا. حاسيلو باش نطيبه على مرتين. هذايا خليته نحيته كل غسلته مستانسة ساعات كي يبدا عندي وقت ننظفه ونحطه نظيف في ما نخليش برشا كما قلت لكم، خاطر هو سيء يعني مش يمس الماء العادي مش ماء البحر. تتبدل حتى النكهة نتاعو. خليته هكاكا خاطر ما عنديش وقت اليوم. خليت منه هكا. هذاك باش نخليه نطيبه اليوم. وجاب لي زاده حوتات اخرين وشويه كلب بحر هاكوما لبنتي صغيره نحطهم لها هكا، نحط شويه في البرودو اني مش باش نطيب لها منه برشا وباش نخلي منهم. باش نزيد نحط زاده حوته اخرى معاهم لليوم. والاخرين مش نخليهم باش نخليهم معناتها نهار اخر. هذايا هو الحوت الاخر ما غير شوك. باش نخليه باش نحط منه هكا شويه الايمان و بيبي هي 8 شهور. نحط لها شويه هكا في البرود وكل والباقي الكل والباقي باش نطيب بيه مقارونة، يجي مشوي، يجي مقارونة، يجي كسكسي. هذه شنو يجي به الأكثرية. نحب نفكركم بالاستغفار وباش نقولوا مع بعضنا سيد الاستغفار. وانتم قولوا ورايا. اللهم لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقوى استغفار ماذا بكم هذايا في الصباح وفي المساء. باهي برشا. ومن مات معناتها توفي على الاستغفار هذايا بإذن الله ما ربي معناتها باش يكرمه بالجنة وباش يمحيله ذنوبه الكل. فلذا ما أسهلش من إن احنا نعودوا لساننا على ذكر ربي وعلى الاستغفار. نرجع للفيديو توا. حطيتهم في معناتها في ليساشي كل وجبة وحدة. هذه باش نعمل منه مثلا كفتة وإلا نشويه لاخر باش نطيب بيه كسكسي والكلب البحر. نطيبه مقارونة بالصوص وإلا نشويه. قطعت البرودو متاع البنية حطيت فيه سفناريا والقراع هيك قرع البطاطا يقولوله. وحطيت شوية سلق وصبيت له مياه صافية وباش نحطه يغلي. حسيلو زدته شوية عدس فيه الحديد وكل. من بعد باش نحط له شوية نحط شوية الحوت هيكية تغلي توا طاب وكل. مش باش نرحيه خاطر هي كبرت ما شاء الله وكل. يعني ماذا بينا نوكلو حويجة هيك معناتها مش رطبة. العمر متاعها ما عادش متاع حاجة رطبة وكل. ساعات في العمر متاعها ما شاء الله ياكلوا كما نقولوا من فطور العائلة.
أما نحب إني هكا خاطر حاجات فيها فيتامين وكل خير بالكسكسي ولا مقارونة ولا الحاجات اللي نطيبوهم احنا. هاو كان برد لها بالفرشيطة هكا نرفسهم بالفرشيطة بالكدا ونخليهم يبردوا، ونسبل لك الحوتة هيكية هيك شوية شوية نسبلها نرفسها معاهم وكل وبالفرشيطة ونفطرها لها. وفي الآخر باش نكمل الروتين متاعي بالماعون. باش نغسل الماعون اللي في الكوجينة هكا نظفتها، ونغسل الماعون الكل ونخليها نايمة ونخرج منها. كما تعرفوا شنو اللي صاير توا وكل المرض هذا جديد متاع داء الكلب هذايا، اللي هو من الحيوانات السايبة وكل، حتى مش السايبة حتى مالت العلوش ماهوش سايب العلوش معناتها نسميو نربيو فيه وكل. ولا البقر وإلا هذوما معناتها المحالة خير هما ملقحين وكل. اما احنا نحاولوا نرجعوا معناتها نردوا بالنا من هالحيوانات هذيا، ونردوا بالنا على صغيراتنا أكثر حاجة وعلى رواحنا زادة. نحب نوصيكم على صغيراتكم رد بالكم من الكلاب السايبة والقطاطس. الأكثرية من القطاطس الكلاب هذيك الأكثرية احنا ما معناتها ما ساعات ما بلايص قليل وين تلقى معناتها كل، ولو انهم هما منتشرين برشا في الحوم وكل. اما القطاطس برشا في الحوم. أه نحاولوا انه مثلا ما تخليش صغيرك يلعب بيه في الشارع. ما تخليش هو ساعات الصغار هما اللي معناتها يجبدوك القطوس هكايا بالعاني باش يهجم عليه وباش يلعب معاه وكل. وإذا كان هيك خبشه ولا حاجة يعلم الله وكل. ما فيها بيس كان اللي عنده فاضل متاع ماكلة ما يلوحوش ولا ما نعرفش شنو تعملوا بيه وكل. تحط تخرجوا مع ذلك القطيسات لبرا ياكلوه هما. باش ما يقعدوش مثلا يمشيو هكا للبلايص أخرى مثلا للزبل وكل. مثلا باش ياكلوا غاديكا ولا الدنيا سخونة توا أوزر قديش سخانة عنا وكل. مسيكنات يبداو يلوجوا على شربة ماء معناتها. تنجم أي دبوسة فرغت متاع ماء تستغلها وتقص لها الربوع متاعها اللوطاني وكل، وتعبيهم هكا بالماء. اني هكاكا نعمل الحقيقة، نحط هكاكا ونحط في البركون متاعي هكا صحافي وكل باش يشربوا حتى الحمامات.